العديد من المرضى وخاصة الأطفال الصغار يأتون مع إصابات غير محددة أو طفيفة، ولكن مع تورم مفاجئ في الركبتين، نزيف مفرط مفاجئ أثناء تنظيف أسنانهم بالفرشاة دون سبب معروف. في تلك اللحظة نقوم بإجراء اختبارات تسمى ملف التخثر، والتي تشمل اختبارا يسمى IBTT واختبارا آخر يسمى زمن البروثرومبين. بناء على هذه التقارير يعطوننا فكرة إذا كان هناك أي زيادة في التخثر أو أي خلل في مستوى عوامل التخثر، وعلى هذا الأساس ننتهي باستبدال هذه العوامل التخثرية ونتأكد من أنه كلما كان هناك احتمال لحدوث نزيف إضافي مثل إجراء كبير مخطط له، نقوم بإعطاء هذه العوامل التخثرية بشكل وقائي لمنع النزيف.